بشكرك استاذ ثروت عجمي رئيس غرفه السياحه في الاقصر. وفي نقطه يا جماعه لازم ناكد عليها عشان تبقى الامور مفهومه. لا احد يقول ان حزب البناء والتنميه ليس من حقه ان يشارك في اي وظائف عامه، وده كلام يبقى فيه اقصاء. لكن هي الفكره في ايه؟ الفكره انت بتشغله في وظيفه عامه، ايه الكفاءه اللي تخصه؟ يعني انت بتتكلم عن سياحه، انت فازاي انت رايح لطيار؟ يعني هذا المفهوم بتاع السياحه مش موجود اساسا في وجدانه ولا في استراتيجياته بالنحو اللي مطلوب دلوقتي. ممكن لاحقا الناس تتغير والناس بتتبدل وكانوا عاملين مراجعات وكل حاجه، لكن في محافظات أليق بانه يجي لها محافظ من البناء والتنميه، لكن بالتاكيد مش المحافظه اللي هي بتشكل يعني رأس الحربة في السياحة المصرية. يعني انت بتشغل على اي اساس؟ فانت النهاردة لما تقول كفاءة يبقى مش هو ده المطلوب، لما تقول ملائمة سياسية مش هو ده المطلوب، لما تقول ملائمة اقتصادية مش هو ده المطلوب، لما تقول صورة امام العالم مش هو ده المطلوب. فالحقيقة يعني عشان هذا المحافظ وعشان حزب البناء والتنمية اللي عمل مراجعات كبيرة، واحنا مش عايزين نخلي الناس تحس انه مراجعاتهم يعني راحت هدر طبعا، بس لما يستبعدوا شويه الناس اللي بتطلع تكفر المتظاهرين بس شويه، وانتوا عارفين مين اللي بيطلع يهددوا الناس، دول يجوا على جنب. لكن اغلب اللي موجودين في البناء والتنميه ناس والله يعني فايقه لحالها وعايزه تعمل حاجه، وكل ده موافقين، وطبعا لازم نفتح الابواب للجميع. لكن انت النهارده بتحطه في محافظه ما تناسبوش مطلقا. الدنيا مش اهل الاقصر بس اللي متجننين، ده يعني الدنيا كلها، كل روافد السياحه المصريه النهارده فيها قلق وفزع. ولعل موقف وزير السياحه اللي فيه تصعيد كبير جدا داخل الحكومه اكبر دليل على ده. فنعم لان نكون جميعا شركاء في بناء الوطن، عشان ما حدش يقول اصل معنى كده ان فيها اقصاء. لا، احنا بنتكلم على الملائمه، على المنطق، على حكمه اتخاذ القرار، على الشخص المناسب في المكان المناسب، مش على الهدم بان انت تجيب اشخاص غير مناسبين في وظائف غير مناسبه. حرام حقيقي، يعني حرام حتى اللي بيتعرض له هذا الرجل. يعني هذا الرجل نفسه ربما لم يكون هو بنفسه شريكا في هذا الحدث، ربما يكون اعترض عليه اي حاجه، لكن حرام. يعني الراجل نفسه انت بتظلمه، الرئيس بيظلمه والقرار بيظلمه، وبتظلموه هو وبتظلموا حزبه، وبتضعوا حزبه اللي هو لسه يعني حزب وليد بتضعوه وجها لوجه امام الناس وامام مصالح الناس. دي خطه يعني؟ ولا يعني ارجو من حزب البناء والتنميه ان ينتبه حتى لا تكون هناك مؤامره لان يوضع وجها لوجه امام الناس. وربما من الاليق للمحافظ الجديد الا ينتظر قرارا باقالته او يقف وجها لوجه امام الناس، ربما من الاليق له ان يعتذر عن هذا المنصب ان كانت مصر هي الغايه. انا بعد الفاصل هيشاركني 2 من